هنا القاهرة. حذر فزر طبخين ايه؟ تحب اعمل لك عدس بالليه؟ طب كرش، طب بنبار، يبقى لحمة راس. في مشنكح؟ لا عايزين كباب وخضار سوتيه. كل أكلة وليها أصل وحكاية. لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك، عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك. هات لنا انت بس ذكر بط نحطه في نص السفرة. والكل أكلة كمان تركاية. يبقى حطي بالطين على الوش مش بيضة واحدة. والأصل مصري عنده السر في الخلطة. مستعد أعمل لك طبق فول مدمس أطعم وألذ من ديك رومي. أصل الأكلة مع خبيرة التغذية الدكتورة منال عز الدين. دي وجبة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية. والشيف مريم زرن. ما تنساش الصلاة طاق. أمان. أهلا وسهلا بحضراتكم. طبقنا النهاردة طبق فرض نفسه على السفرة المصرية باكتساح، ومفيش حد قدر ينافسه في شهرته ولا في طعامته ولا في لذته. بيتاكل في جميع الأوقات، بس في رمضان هو الراعي الرسمي للسحور. موضوع حلقتنا النهاردة عن طبق الفول المصري الأصيل. فول واحنا كمصريين اتفننا في عمايل الفول بأصناف وأشكال متعددة. الفول ده بقى يبقى طاجن، واخده بالك؟ يبقى طاجن فول كده هو بقى ايه، بالقوطه واخده بالك وبالليه. ارحب بالشيف مريم. ازيك يا شيف مريم؟ ازي حضرتك؟ قولي لنا هنعمل ايه النهارده؟ طبق فول على السحور، لان وجبه السحور من الوجبات المهمه جدا واللي بتدينا البنزين لتاني يوم صيام. وبنصح الساده المستمعين مفيش حد يتجاهل وجبه السحور. عايزين طبق شهي وخفيف للساده المستمعين. فول قدرة وقاهية بتنجان ما حبيتهم وهي ليمون. اول حاجه احنا هنحضرها طماطم متقطعه مكعبات صغيره، فص ثوم واحد عشان ما يبقاش تقيل علينا، 3 معالق زيت، ملح، فلفل، كمون، فلفل رومي او فلفل حار. هنحط معلقتين الزيت وبعدين هنقوم حاطين عليها الثوم والطماطم اللي احنا قطعناها. هنكون مسخنين الفول كويس، هنحط عليه مع الزيت والملح والكمون. واول ما الفول يبتدي يغلي كويس هنعمل مكان بالمعلقه كده نفضيهم ونفتح البيض كانه بيض عيون، ونقوم حاطين عليه الغطا. اول ما نحس البيض ابتدى يستوي هنقوم مقطعين حبه بقدونس ونحطها على الوش كده يبقى يدي شكل حلو. ياخد وقت قد ايه اعداده يا شيف مريم؟ ما بياخدش اكتر من 15 ل 20 دقيقه. يكفي 5 افراد المقادير اللي حضرتك قلتيها مثلا؟ لان لو اقل من 400 جرام فول هيكفوا 5 افراد مع الطماطم مع العيش مع وجنبيه شويه خضره كده والعيش البلدي الجميل بتاعنا ده، خضره جرجير وعليه بقدونس، فطبعا اخد فيتامينز الحديد اللي في الجرجير والبقدونس. مش ممكن تزهقي منه يا ماما، ده فيه كل الفيتامينات اللي في العالم. امال ايه احنا ناكل طبق قد كده والساعه 7 الصبح يروح قافلها ل 7 بالليل وخلاص. فولاتيزم معروف. انت عارفه ان الفول ده يا شيف مريم اكل المصريين الصميم، يعني ده من ايام المصري القديم والفراعنه. امال ايه العالم صحتها زي الحديد من الفول. وده حصل ايام الهكسوس لما جم مصر وضيقوا الخناق على المصريين ومنعوهم من تناول البط والوز واللحوم العجول. فالمصري القديم فكر ان هو عايز مصدر للطعام يكون بالظبط يديله القوه والطاقه عشان يقدر يبني الحضاره العظيمه اللي بناها. ففكر ان هو يجيب الفول، ولما لقى قشرته قاسيه كان اول واحد يخترع فكره التدميس هو المصري القديم. حط الفول في قدرة فخارية وملاها مية ودفنها في رماد الفرن، لان كان المصري القديم بيعتمد على الافران والشي في الطهي، وده اللي كان بيخلي الاكل صحي. وسميت هذه العملية تمس اللي اتحرفت بعد كده لمدمس. بس مهم جدا واحنا بندمس الفول في البيت ان احنا ننقعه قبليها ب 12 ساعة في مية ونتخلص من مية النقع، لان المية دي بيكون فيها حامض الفيتك. ولو كان الفول او البقوليات بشكل عام بدون ما ننقعها، حامض الفيتك بيعمل معقد مع الحديد وبالتالي بيسبب مع مرور الوقت الاصابة بالانيميا. عشان كده احنا عندنا 8 مليون تلميذ من تلاميذ المدارس بيعانوا من الانيميا بسبب فول الشارع، لان البياع ما بينقعش الفول. فمهم جدا نقع الفول، والفول من الاكلات الصحيه والشهيه لانه غني بالبروتين والالياف ومصدر للكربوهيدرات. واحنا كمصريين بنقول عليه مسمار البطن لانه غني بالالياف اللي بتزود الشعور بالشبع خلال ساعات الصيام الطويل. ولكن نصيحتنا زي كل حلقه ناكل وما نكترش، وفي صحتنا ما نفرطش.
مش مهم تاكل غالي او رخيص، المهم انك تتمتع بالاكل. أصل الأكلة. يكتب نظيرة. كلمة إخراج رانيا مجدي. كان نفسي اعزم اصحابي مش ياكلوا يتفرجوا بس.